هل ضعف شخصية محمود الخطيب ضيع هيبة النادي الأهلي؟ في الفترة الأخيرة بقى في جدل كبير وسط جماهير النادي الأهلي، مش بس عن نتائج الفريق أو مستوى اللعيبة، لكن كمان عن الإدارة نفسها، وبالأخص عن شخصية رئيس النادي محمود الخطيب. وهل فعلا ضعف شخصيته زي ما البعض بيقول كان سبب في إن هيبة الأهلي تقل قدام الكل؟ خلينا نتكلم بصراحة وبهدوء ونشوف الصورة من كل الزوايا. الأهلي طول عمره مش مجرد نادي، ده كيان كبير ليه اسم وتاريخ ورهبة. أي حد كان بيدخل يلعب قدامه بيبقى حاسس إنه داخل حرب مش ماتش كورة. الحكام كانوا بيحسبوا ألف حساب، والاتحادات كانت بتفكر مليون مرة قبل ما تاخد قرار ممكن يزعل الأهلي. وده مش بس عشان البطولات، لكن كمان عشان قوة الإدارة وشخصية اللي ماسك النادي. أسماء زي صالح سليم كانت بتدي للأهلي هيبة لوحدها، مجرد وجوده كان بيخلي الكل يعمل حساب. دلوقتي إيه اللي اتغير؟ اللي حصل في السنين الأخيرة إن في ناس كتير بقت شايفة إن الهيبة دي بدأت تقل. بقى في قرارات تحكيمية غريبة ضد الأهلي، مواقف ضعيفة في الدفاع عن حقوق النادي، وأحياناً صمت إداري في مواقف كانت محتاجة رد قوي. وده اللي خلى بعض الجماهير تقول إن المشكلة مش في الفريق بس، لكن في الإدارة، وإن شخصية محمود الخطيب ممكن تكون مش بنفس القوة المطلوبة لإدارة نادي بحجم الأهلي. شخصية الخطيب أسطورة كلاعب، لكن كرئيس مفيش حد يختلف إن محمود الخطيب أسطورة من أساطير الكورة المصرية، ويمكن من أعظم لعيبة الأهلي في تاريخه. الراجل ده محبوب جدا وتاريخه يشفع له عند أي حد. لكن المشكلة إن النجاح كلاعب مش معناه بالضرورة نجاح إداري بنفس الشكل. الإدارة محتاجة حزم، قرارات قوية، وردود فعل سريعة، خصوصا في ظل الضغوط الكبيرة والمنافسة الشرسة. ناس كتير شايفة إن الخطيب بطبعه هادي ومش بيحب الصدام، وده ممكن يكون كويس في بعض المواقف، لكن في مواقف تانية بيكون ضعف. هل الهدوء بقى بيتفسر على إنه ضعف؟ السؤال هنا مهم جدا. هل الهدوء اللي بيتميز بيه الخطيب بقى بيتفسر على إنه ضعف؟ في عالم الكورة وخصوصا في مصر، اللي صوته عالي وبيتصدى بسرعة هو اللي بيكسب في الإعلام وفي الضغط. لما نادي كبير زي الأهلي ما يردش بقوة على قرارات ظالمة، ده بيدي انطباع إن النادي ساكت أو مش قادر يدافع عن نفسه، وده اللي ممكن يفتح الباب لتمادي أخطاء التحكيم أو التجاوزات من المنافسين. أمثلة خلت الجماهير تغضب. في كذا موقف حصل في المواسم الأخيرة خلى الجماهير تحس إن في حاجة غلط، زي قرارات تحكيمية واضحة ضد الأهلي من غير رد قوي، أزمات مع الاتحاد الكورة من غير تصعيد واضح، التعامل بهدوء مبالغ فيه مع هجوم إعلامي على النادي. كل ده خلى جزء من الجمهور يقول: فين شخصية الأهلي؟ فين القوة اللي كنا متعودين عليها؟ هل المشكلة في الخطيب لوحده؟ برضو لازم نكون عادلين. هل ينفع نحط كل اللوم على شخص واحد؟ الإدارة مش فرد، دي منظومة كاملة، في مجلس إدارة، في لجان، في جهاز كورة. ممكن يكون في أخطاء جماعية مش فردية، لكن في نفس الوقت رئيس النادي هو الواجهة، وهو اللي بيتحاسب قدام الجماهير، وبالتالي أي ضعف في الصورة العامة بيتربط باسمه بشكل مباشر. في رأي تاني برضو، في ناس بتدافع عن الخطيب وبتقول إن الراجل بيشتغل بهدوء واحترافية بعيد عن الشو. الأهلي لسه بيكسب بطولات، يعني مش في انهيار. مش كل موقف لازم يكون فيه صدام أو تصعيد، وده كلام منطقي برضه، لأن مش دايما الصوت العالي هو الحل. بين الهيبة والهدوء فين التوازن؟ المشكلة الحقيقية يمكن مش في الهدوء نفسه، لكن في غياب التوازن. الأهلي محتاج إدارة تعرف إمتى تهدى وإمتى تضرب بقوة. مش كل موقف يستاهل أزمة، لكن في مواقف لازم يكون فيها رد حاسم عشان تحافظ على اسم النادي وتاريخه. هل الهيبة فعلا ضاعت؟ الحقيقة إن كلمة ضاعت يمكن تكون كبيرة شوية. الأهلي لسه نادي كبير ولسه بيكسب بطولات ولسه عنده جماهيرية ضخمة، لكن اللي ممكن نقوله إن الهيبة اتأثرت، أو على الأقل صورتها قدام الناس اتغيرت شوية. والسبب ممكن يكون مزيج من عوامل: تغير الزمن وطبيعة الكورة، قوة المنافسين، الإعلام والسوشيال ميديا، وأكيد أسلوب الإدارة. في النهاية، موضوع إن ضعف شخصية محمود الخطيب هو السبب في ضياع هيبة النادي الأهلي مش أبيض وأسود. في جزء من الحقيقة في كلام الجماهير اللي شايفة إن النادي محتاج ردود أقوى ومواقف أكثر حزماً، وفي نفس الوقت في وجهة نظر بتقول إن الإدارة الهادية ممكن تكون بتشتغل بشكل مختلف بس مش بالضرورة غلط. لكن المؤكد إن نادي بحجم الأهلي محتاج دايماً يحافظ على صورته وهيبته، وده مش هيجي غير بتوازن بين الهدوء والقوة.